السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم، واخيرا وصلنا للألف مشترك. الفيديو ده كان المفروض ينزل من فترة، لكن بسبب ظروف صحية فاتأخر تسجيله وكده. المهم، بمناسبة وصلنا للألف مشترك، أولا شكرا جدا ليكم جدا 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 يعني على الدعم، والحمد لله. عقبال ما نوصل زي ما القناة القديمة وصلت كانت 3800، هنحاول كنا نوصل لل 5000 كمان إن شاء الله، وكله بفضل ربنا ثم دعمكم ليا ان شاء الله هنفضل مستمرين. طيب، الفيديو دوت طبعا نازل بمناسبة الوصول للألف مشترك. نزلت بوست على اليوتيوب، طلبت منكم لو عندكم أي أسئلة ليا وهجاوبها، خاصة أنا كنت عاملها على قناة تانية انتوا كنتوا حابين الفيديوهات ديت، وكنت ناوي أعمل حاجة تانية، بس اهدوا كده شوية، تاخدوا الأجازة إن شاء الله، وهيبقى في مفاجأة إن شاء الله. خلينا دلوقتي نبتدي مع بعض بأول سؤال من ربيع نسيم. ربيع نسيم من الداعمين الكبار جدا للقناة، من أكتر الناس اللي بتعلق. شكرا يا نسيم ليك على الدعم. وبيسألني بيقول لي: من الأكثر فخامة، التعليق العربي أو الياباني؟ بص، أنا هكلمك من منظوري وهكلمك بالمنظور عموما. بالمنظور عموما، بص أنت التعليقين كل واحد بصراحة ليه حلاوته وليه جماله. أنت لو بتحب مثلا ما تقعدش تقرا كتير وترجمة وبتاع وحاجات كده، الترجمة العربية، الدبلجة العربية يعني جميلة جدا، ما فيهاش أي مشكلة، باستثناء حاجة صغيرة، إن شوية في التعليق العربي بيحوروا في الكلام، في بعض الحاجات مثلا مذكر بيخلوه مؤنث، آه، شوية حاجات من القصص. واتكلمنا قبل كده عن التحريفات مثلا اللي سبيستون كانت عاملاها في ابطال الكوره، ممكن تشوفوا الفيديو عشان تعرفوا قصدي. انما لو عايز حاجه بصوتها الاصلي، بحاجه يعني هتبقى متماشيه 100% مع الشخصيه، لان ده الاصل بتاعها، الصوت الياباني، فده ليه متعته وده ليه متعته. بالنسبه لي انا بفضل والله انا بحب الاتنين، بس يعني لو حاجه ليها باللغه العربيه الصراحه بتفرج عليها، لان انا متعود من وانا صغير على قناه سبيستون وام بي سي 3 والحاجات ديت، فالدبلجه بالنسبه لي خاصه ان انا باخد وقت في قرايه الترجمه وكده، فبالنسبه لي العربي جميل. العربي بالنسبه لي افضل، لكن لو مفيش وفي بالياباني مش هتضايق خالص ابدا منه يعني، بس هي المشكله ان انا هاخد وقت اطول في ان انا اتفرج على الحلقه مثلا، فاهمين ازاي؟ فهي النقطه في كده، الاتنين الخلاصه الاتنين حلوين، وانت وذوقك. انت لو عايز حاجه بموطنها الاصلي، طبعا الياباني افخم بكتير، لكن العربي يعني لا يستهان به على الاطلاق. يعني العربي جميل جدا ومسهل الموضوع اكتر، خاصة للاطفال والكده، خاصة يعني انت لو طفل لسه مش هتعرف تقرا كويس الكلام الترجمة وكده، وتسمع في نفس الوقت وتركز مع اللي بيحصل، الموضوع معقد شوية. فشكرا لسؤالك يا ربيعة. نيجي على تاني سؤال، وهو من لا غالب الا الله تقريبا اسمه كده على اليوتيوب. كم عمرك؟ افضل لعبة عندك؟ تحب العاب الاونلاين ام الاوفلاين؟ اسئلة كتير قوي. متى تلعب فالورنت؟ من اي محافظة انت؟ افضل انمي؟ افضل شخصية في عالم الانمي؟ تمام. بالنسبة ماشي نبتدي كده مع بعض. اول حاجة، كم عمري؟ انا لسه تامم ال 27 سنة من يوم 11/2 اللي فات. ده اول سؤال. افضل لعبة عندي، والله في العاب كتير كتير، وان شاء الله هعمل سلسلة يعني للموضوع دوت قريب، يعني هنقسمها بقى. افضل العاب سباق بالنسبة لي، افضل العاب مثلا كورة، افضل العاب حرب، افضل العاب انمي، افضل العاب قصة، حاجات كتير. بس حاليا اللعبة اللي بفضل العبها، عشان مش عشان سواد عيونها، عشان صحابي كتير بيلعبوها وكده، فهي لعبة انا عارف ان الشاب اللي بيمنتج هيشتمني. شرنا به جدا. ليج اوف ليجندز. انا على اخري، انا على اخري، انا على اخري. وفي العاب تانية، مثلا كان في لعبه اسمها جولي، للاسف قفلت، يا رب ترجع. لعبه كره قدم جميله جدا جدا جدا، يا رب ترجع فعلا. في احتماليه ان هي ترجع، لو رجعت بجد يعني انصحكم بيها. وفي العاب كتير برضو، العاب موبايل زي بوكيمون يونايت، دي بحبها جدا برضو. العاب، في العاب كتير يعني استنوا ان شاء الله سلسله هتكلم عنها باستفاضه. فخلينا نخش على السؤال اللي بعده. تحب العاب الاونلاين او الاوفلاين؟ والله الاتنين ليهم متعتهم، لكن انا حاليا بلعب يعني الاوفلاين ما بلعبش غير لعبتين تلاتة كده، ومعظم الوقت مقضيه على ليج اوف ليجندز اللي هي الاونلاين. فانا بحب الاتنين عموما يعني، بس لو لعبه اصحابي بيلعبوها دي التوب. لان حلاوه الالعاب الاونلاين مع صحابك. ماشي. متى تلعب فالورنت؟ بصراحه انا ما بحبش العب فالورنت،
خالص ان انا نوب فيها. كنت بفكر لو هلعب ممكن العب يعني فورتنايت او بابجي، ناوي اعمل لهم سلسله في الالعاب يعني عندي، مع اني ما بحبش البنا وكده هيبقى شكل مسخره، بس ماشي. بس يعني السؤال اللي بعديه، من اي محافظه انت؟ انا من محافظه اسكندريه من مصر. افضل انمي بالنسبه لي ابطال الكره، وفي انميات كتير برضو هعمل سلسله عن افضل الانميات اللي انا بشاهدتها وكده. افضل شخصيه في عالم الانمي بالنسبه لي هيسوكا من انمي القناص طبعا. وشكرا جدا ليك على السؤال. السؤال اللي بعديه من اسلام مجدي، بيقول لي عندك كام سنه؟ جاوبته قبل كده. ومن محافظه ايه؟ برضو جاوبتهم يعني السؤالين دول. تمام. اللي بعديه سيف 8 بيقول لي عدد الانميات اللي خلصتها. مش بص، انا ما اتفرجتش على انميات كتيره، بس في انميات قديمه اتفرجت عليها بتاع سبيستون مثلا، امثال سلام دانك، بي بليد. بس بي بليد ما خلصتوش، خلصت اول جزئين القدام خالص، او اول جزء كمان، الجزء التاني ما كملتوش. سابق ولا حاجه حاليا بتفرج عليه تاني. ابطال الكره خلصته كله. كوروكو نو باسكت خلصته كله بالافلام. هانتر هانتر خلصته كله بالافلام. يعني انا كتوتال انميات خلصتها بالكامل مش هعدي ال 15 انمي. واتفرجت على ايرون كيد برضو زمان، مش من زمان يعني، كان قريب برضه وخلصته. نيجي على السؤال اللي بعديه من اسمه ريكنشي 7 تقريبا. اقوى حارس في ابطال الكرة ينفع من كرونستون؟ بص، منطقيا اقوى حارس هامر، تمام. لكن بعد الاضافات والمحاربين والكلام ده كله، للاسف يعني انا شايف يعني من وجهة نظري في منافسة قوية ما بين مثلا الحارس اللي هو ايبوكي، وما بين هاني مع الاسف ومين تاني كان في الحارس بتاع الانمي بتاع الفيلم. في حراس الافلام كلهم كانوا كويسين عموما، وعندكم تيسير برضو قوي. بس انا بالنسبه لي شايف ان عامر يعني. السؤال اللي بعديه من تقريبا اسمه اف، كنت حابب اعرف ازاي اخلي لعبه ابطال الكره في سنه 2013 بالانجليزي على الموبايل زي انا مشترك جديد. بص، انا هتكلم بقى عموما في الموضوع دوت، لان في اسئله كتير بتجيلي. انا الموبايل ما عنديش خبره فيه قوي، خاصه في الالعاب بتاعه المحاكي الدولفين. في ناس كتير بتطلب مني، للاسف ما اعرفش، بس ممكن ارشح لكم قنوات متخصصه مثلا زي اندرويد جيمز او اندرويد وورلد. وكان في هيا بينا اختار مع ممدوح، لكن بطل ينزل تقريبا عشان القناه بتاعته حصل فيها مشكله. وكان في قناه ميدو، في ناس كتير. عموما طريقه الانجليزي دي انا حاولت اصلا اعملها وما اشتغلتش معايا، مع ان تقريبا هيا بينا نختار مع ممدوح كان منزل فيديو شرح للطريقه ديت. عموما هسيب لكم كم قناه منها في الوصف، شيكوا عليها، كلهم متخصصين في شروحات المحمول وكده، ممكن تسألوه. وتاني حاجة، أهلا بيك معانا في القناة، نورت. اللي بعديه اسمه عبد الله الغليني، او تقريبا اسمه كده، مش عارف. ينفع تاني العب لعبه ابطال الكره؟ انا عندي سلاسل كتير قوي الابطال الكره، حاليا بنختم لعبه ابطال الكره الجزء الثاني، قربنا نخلصها. ما اعرفش بمرور الوقت ده ممكن اكون خلصتها اصلا ودخلنا في اللي بعديه. وبرده بعمل سلاسل تحديات، وبعمل سلاسل كتير قوي عن ابطال الكره. اشترك في القناه لو انت مش مشترك، هتنبسط لو انت تحب العاب ابطال الكره. اللي بعديه حسن خالد بيقول لي اعدادات محاكي السترا. انت عايز اعدادات لاي جهاز ولاي نسخه. السؤال اللي بعديه من عبد الرحمن جيمس، انا هفلتر الكلمه دي ازاي. يعني اخرب لعبه دراجون بول فيوجن، خلي ماشي اخرب. بص، اي حد عايز شفرات او اي حاجه، للاسف انا ما بقدرش ابعت لك الحاجه على اليوتيوب، لان هيبقى مخالف. حتى لو عملت فيديو للشفرات اساسا، بس ممكن اليوتيوب يعتبره مخالف. فاللي محتاج مني اي حاجه خارج السياق بتاع اليوتيوب، ممكن يتواصل معايا من خلال الروابط اللي موجوده في الوصف، انستجرام، فيسبوك، او حتى تيك توك، ويبعت لي وانا ببعت له الحاجه اللي هو عايزها بقى، سواء روابط او سواء شفرات اكواد او اي حاجه. يعني انا معاك، بس خلي الكلام دوت خارج نطاق اليوتيوب عشان ما يعتبرش مخالف. وبس ده كده يعتبر فيديو النهارده، حاجه صغيره كده وبسيطه. بس حابب اشكركم جدا على الوصول لل1000 مشترك، وبعتذر طبعا عن الفتره اللي فاتت اللي ما نزلتش فيها بسبب الظروف المرضيه اللي كانت عندي، لكن الحمد لله انا دلوقتي احسن بكتير واقدر اسجل ان شاء الله. وبس، كان معاكم احمد عمران، متنسوش لايك وشير واشتراك، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.